السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. معاكم سلوى الصديق لفرش العرايس. قبل ما نبتدي الفيديو يا ريت نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش اخواتنا في فلسطين، يا رب فك كربهم وانصرهم يا رب، اللهم امين. وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل حد له يد في اللي هم فيه ده، وربنا يفك كربهم يا رب وينصرهم، اللهم امين. هما وكل المسلمين في كل مكان. معنا النهارده فيديو جديد، فيديو مختلف بصالح بيه متابعيني. في بدايه الفيديو كده جايبه لكم المطبخ قبل وبعد. دي مطابخ من شقق انا كنت نزلتها، بس المتابعين كانوا زعلانين علشان التصوير كان سريع شويه، فانا جبت لكم الفيديو بتصوير بطيء. وبرضو عملت لكم الاسم فوق كده، وصغرت الخط وخففت اللون، وعملت لكم كل اللي انتوا عايزينه. انا ما اقدرش طبعا ازعل المتابعات الحبايب قلبي، يا رب يصلح حالكم. وبشكركم جدا على دعمكم ليا، وان انتوا وصلتوا الفيديو اللي فات لاعلى نسبة مشاهدة، وان شاء الله القناة في تقدم بيكم، وما تحرمش منكم ابدا، ويا رب يسعد عرايسنا اللهم امين. فانا حبيت كده اصالحكم بالفيديو ده علشان على ما العيد يعدي يعني، وان شاء الله الافراح عريسنا يعدوا واعرف انزل فيديوهاتهم، لان انا ما بنزلش فيديو العروسه الا ما بعد فرحها، الا فرحها يعدي يعني، ربنا يصلح لهم الحال. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناه، وتفعلوا زرار الجرس علشان الشغل الجديد كله لما ينزل يوصل لكم، وتدعموني كده وتشتركوا في القناه، ونقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا رب هنيهم وسعدهم يا رب. عروستنا النهاردة كانت عاملة دولاب للأجهزة زي ما حضراتكم شفتوا. وهنا بقى الأدراج بتاعة الرفايع. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك يا رب. أنا هسيب لكم اللينكات بتاعة الفيديوهات الشقق كاملة في الديسكريبشن وفي أول تعليق مثبت، علشان لو عايزين تشوفوا الشقة كاملة تنزلوا تشوفوها إن شاء الله. ما تنسونيش بقى في اللايك، وتدعموني كده بكلمة حلوة وتعليق حلو، وتدعوا لعرايسنا ربنا يصلح لهم الحال يا رب، ويرزقهم الذرية الصالحة ويهنيهم بحاجتهم اللهم أمين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا جبت لكم الثلاث مطابخ لثلاث عرايس بنوتات وحيدة، يعني هي بنوتة وحيدة، لا أخت ولا حاجة، وما شاء الله ومامتهم جايبة لهم اللهم بارك، يا رب هنيهم بحاجتهم اللهم أمين. عملت لها الضلفة اللي كانت فوق البوتاجاز دي، لمت لها فيها المقالي بتاعتها والصواني، ومن فوق الحوض بقى عملت لها كله كوبايات بقى استعملها ومجات للشوربة وكده، وعملت لها طقم البورسلين بتاعها كده في الرشاقة مع بعض الكوبايات، وعملت لها هنا برضو استعملها الحاجات اللي مكررة رفعتها لفوق، وعملت لها من تحت بقى استعملها وتقديم الضيوف، كاسات وحاجات للجيلي وكده. ومن تحت الحوض بقى البلاستيكات بتاعتها والحاجات القطاقيط اللي هي جايباها اللهم بارك، كان شكلها جميل، كانت حابة الحاجات دي يعني. وعملت لها هنا بقى الطقم السفلون، ومن تحت الطقم الجرانيت الكامل كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والضرفة دي عملت لها فيها البلاستيكات بتاعتها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كانت عميقة كده لجوه. عملت لها الحاجة الكبيرة من جوه، ومن قدام العلب التلاجة، ومن تحت علب الخزين الكبيرة زي ما حضراتكم شايفين كده، اللهم بارك اللهم بارك. هنا الكوفي كورنر بتاعها، يا رب يسعدها ويهنيها، ويا رب شغل يكون في المطبخ ده عجبكم. اكتبوا لي كومنت بقى في كل مطبخ كده، قولوا لي رأيكم في الشغل، وادعوا للعروسة بالبركة والهنا والسعادة. تعالوا نشوف بقى اللي بعده. المطبخ اللي بعده ده برضو بنوتة وحيدة، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هلف لكم كده لفة في المطبخ كله، كان اللهم بارك واسع، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك يا رب. بسم الله ما شاء الله. كان الكولدر كده جنب الباب جنب الحوض، وكانت المطبخ فيه بلكونة زي ما حضراتكم شايفين كده، وعملنا لها على الرفوف اللي كانت في أول المطبخ دي، الحوامل دي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عملت لها هنا برضو بعض الكاسات والكوبايات لتقديم الضيوف، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
هنا الرشقة بتاعتها عملت لها فيها طقم العشاء بتاعها، وبعض بقى الكوبايات الشاي والماء والقهوة استعملها جنب ايديها. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. عملت لها هنا برضو كاسات بقى وكوبايات جيلي وفناجين شاي بالطبق، وهنا برضو نفس الحاجات يعني قريب لإيدها وصواني وكده. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبقى حاجتها جنب إيدها كده اللهم بارك. جات هنا أرفف برضو عملت لها المجات والفتحات دي والطقم التوابل تحتهم كان لون بعض كده فحطيتهم تحت بعض. وكانت جايبة الرشاقة اللي على الحوض حطيت لها فيها طقم عشا تاني، والبلاستيكات بقى وباسكت الزبالة تحت الحوض والأطباق الستيل الكبيرة دي والصواني الألمونيوم دي ما كانش لها مكان في الضلف، كانت كبيرة اللهم بارك. الضلفة اللي جنب البوتاجاز حطيت لها فيها صواني ومقالي جنب ايديها برضو استعملها اللهم بارك. هنا الصواني الألمونيوم رفعتها لها فوق الكسرونات وكل حاجة ألمونيوم في الضرفة اللي فوق دي. ومن تحت بقى الجرانيت، الحاجات الجرانيت وطقم كان جرانيت، ومن جوه عملت حافظ الطعام مش هتستعمله كتير خليته لجوه. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حط لها الصواني الخشب دي قدامها المجات، ومن تحت بقى عملت لها الحلل بتاعها استعملها طقم الجرانيت طقم الصاج داخله جرانيت في رف، ومن تحت الطقم الستيل بسم الله ما شاء الله كامل اللهم بارك، مع حلة الضغط الستيل وبرادات بقى وكنك كل حاجة الستيل بحب أجمعها مع بعضها كده ويبقى حاجتها جنب ايدها اللهم بارك اللهم بارك يا رب. والاير فراير كان في زاوية كده وجنبه طقم التوزيع البينك ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عملت لها من فوق الطقم البايركس صواني البايركس والقوارب كده، ومن تحت الأجهزة بتاعتها خلاط بقى وكبة وهاند بلندر ومكنة الزبادي كل أجهزتها. وهنا طقم الأكروبال ده مساعد مع الأطقم العشاء بتاعتها اللهم بارك. عملتهولها على رفين كده بسم الله ما شاء الله. طبعا أنا المطابخ دي أنا شارحة اللي فيها قبل كده طبعا، بس أنا بحب أقول يعني اللي ما شافش واللي عايز يشوف برضو الشقة بأكد عليكم وأحط لكم اللينكات بتاعت الشقق في الديسكريبشن في صندوق الوصف تحت وفي أول تعليق مثبت. وأحب أدي برضو نصايح للعرايس يا حبايبي. السعادة مش بالحاجات وبكترها والله. الحاجة الوقت غالية والأهالي الدنيا صعبة عليهم، وكتر خير أي أب بيجوز بنته. هاتي حاجة قيمة حاجة بسيطة، استعمالك بس هاتي استعمالك بس بلاش أفورة بلاش الحاجات الكتير زي بنت عمي زي بنت خالي زي فلانة زي ملهاش لازمة والله. هنتحاسب يا جماعة والله على الحاجة اللي بتيجي وتتركن دي. انا مش بقول على اي حد او على الفيديو او اللي انا بقول على لا ربنا يهني كل واحده بحاجتها وكل واحد على قد ما قدرته، واللي قادر يجيب يجيب ما فيش مانع يفرح نفسه ويفرح بنته، بس اللي مش قادر ما يتحملش نفسه فوق طاقته. ويا ريت يا ريت كلامي ما يزعلش حد يعني، وربنا يصلح حال الجميع ويهني كل العرايس. حبيت اختم معاكم بالمطبخ الصغير ده، يعني ما جبتش كل المطابخ كبيرة، لا جبت لكم مطبخ صغير في وسط. جبت لكم المطبخ الصغير مع المطابخ الكبيرة دي بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دي برضو كانت بنوتة وحيدة وشلنا لها حاجات كتير جدا جدا. المطبخ كان صغير بس أنا حبيت أجيبه عشان أوريكم برضو مهما كان انت جايبة ايه هو استعمالك بس. كل اللي أنا حطيته لها حط لها طقم العشاء ده زي ما حضراتكم شايفين، وكوبايات وكاسات وكوبايات شاي ومية واستعمالها بلاستيكاتها ومنظفاتها تحت الحوض زي ما حضراتكم شايفين كده بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان البوتاجاز وكانت الضلفتين دول بسم الله ما شاء الله. عملت لها من فوق طقم الميلامين ومن تحت الأجهزة بتاعتها زي ما حضراتكم شايفين كده كل الأجهزة بتاعتها، ومعاهم برضو طقم صواني وتوستر وكل حاجتها في الضلفة دي كانت برضو واسعة بسم الله ما شاء الله. حط لها برضو فوق حاجة الرحلات ترمسها وحافظ الطعام والقطاعة دي وصواني وطقم توزيع زيادة هنا برضو كاسات وكوبايات وصواني هم دول اللي هي تستعملهم يا جماعة. هم دول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حاجة كتير اللهم بارك. مامة العروسة شالت حاجات كتير بس هو ده اللي هتستعمل. كل الحلل حضراتكم شايفين هم فين. بعد الفرح هيتشالوا يلعبوا في كراتين ويتحطوا تحت السرير مالهمش لازمة والله. الأدراج عملت لها فيها
الرفايع بتاعتها زي ما حضراتكم شايفين بوزعها كل قسم مع نفسه كده عشان اسهل عليها الاستعمال. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. الضرفة دي عملت لها فيها صواني التقديم وعلب التلاجة والبلاستيكات بتاعتها كده، ومعاها برضو صواني فرن اطقم تلاجة وطقم كنك جرانيت. الضرفة دي كان قدامها التربو كده، هشيله واوريلكوا دلوقتي. حطت لها فيها الصواني البايركس بتاعتها والمقالي واللبانات وبعض الصواني برضو والبرادات بتاعتها، ومن تحت طقم حلل واحد، الطقم اللي هي تستعمله حطته لها، ومن ورا حلة الضغط وطقم وطقم صواني ألمونيوم وتلات حلل من الطقم الألمونيوم كده، قالت لي سيبهم لها برضو جنب ايدي، والباقي كله هيتعني يا جماعة. ف ارفقوا بأهاليكم يا جماعة، وربنا يهني كل العرايس يا رب ويسعدهم بحاجتهم. ولو الفكرة عجبتكم شجعوني بقى كده وقولوا لي رأيكم في الفيديو النهاردة، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتشيروا الفيديو كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش انا سايبه لكم في صورة لمطبخ تاني اهو، علشان ايه لو حابين ان انا انزله لكم هنزله لكم، واشوفكم على خير ان شاء الله.